صحابي ازيكم الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عاشوره تعالوا بقى اقول لكم ازاي نعمل احلى طبق عاشوره بجد بيخلص في دقيقتين. ويلا بقى بينا على الوصفه. اول حاجه هنحتاج ان احنا نجيب قمح كامل بيكون مكتوب عليه قمح مبشور زي ما انتم شايفين، وده كده بيكون شكله اللي هو القمح بتاع البليله. وهبدا بقى ان انا احط الكميه اللي انتوا عايزينها. انا هنا حطيت مثلا ممكن اقول ربع كيلو، وحطيتهم وهنقعهم بقى في الميه. اول حاجه نغسلها كويس قوي، وبعدين بقى بعد ما غسلتها كذا مره هبدا بقى ان انا انقعها واحطها لمده ساعتين اقل حاجه، او تسيبوها ليله كامله. انا عشان كنت مستعجله عليها فحطيتها لمده ساعتين، وهوريكم برضو الوصفه هتكون عامله ازاي. وده كده شكل الميه، كانت فتره خالص. بعدين بقى ببدا ان انا احطها في الحله اللي انا هشتغل بيها، وابدا انزلها وانزل عليها الميه. وبعدين هبدأ بقى ان انا ارفعها على النار واسيبها تغلي على النار لمدة 10 دقايق. وبعدين بقى بعد ما تكون غليت معايا خالص هبدأ ان انا اغطيها واطفي عليها طبعا، واسيبها لمدة ساعتين تانيين لحد ما حجمها يتضاعف معايا. بعدين هبدأ بقى في الخطوة التانية، وان انا هجيب الهاند بلندر وابدأ بقى ان انا اخلطها كده كلها بالهاند بلندر. القوام اللي انتوا شايفينه ده كده نكون وصلنا للقوام المطلوب، ما تكونش مضروبة خالص، وفي نفس الوقت يكون كده ده القوام اللي احنا محتاجينه. هبدأ بقى بعد كده ارفعها على النار، وزي ما انتوا شايفين ده كده القوام. بعد ما رفعتها على النار هنزل بقى باللبن. لكم المقادير كلها تحت في الكابشن، فما تنسوش تروحوا تشوفوها. وبرده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وبعدين هبدأ بقى اضيف لها فانيليا عشان بتخلي الطعم بتاعها خطير. وكل ده وهي على النار. والخطوه بقى الاساسيه ان انا هضيف لها طبعا السكر. التحليه هنا ترجع حسب ذوقكم. انا هنا استخدمت 3 معالق كبار من السكر، وكانت مناسبه كويس قوي مع الكميه اللي انا حطيتها. وبعد بقى ما رفعتها على النار هبدا بقى انزل النشا. طبعا النشا بندوبها الاول بره في لبن، وبعدين بنبدا ان احنا نحطها، ممكن ندوبها في لبن او ميه. وهبدا بقى ان انا انزل هنا 4 معالق كبار من النشا. خلي بالكم ان هي لازم نقلبها كويس قوي علشان ما تكتلش مني او تتقل مني قوي. عادي لو تقلت منكم ممكن ترجعوا تزودوا لها لبن، بتحكموا فيها والسمك بتاعها زي ما انتم حابين، فما تقلقوش خالص، مفيش منها خوف. اول ما تبدا ان هي تتقل معايا برفعها على طول خلاص من على النار واطفي عليها، علشان انا ببقى متحكمه في القوام بتاعها. وده كده القوام اللي انا وصلت له. لو عايزين بقى تخففوها او تتقلوها ده ترجع ليكوا على حسب بقى انتوا حابين تاكلوها ازاي. وبعدين ببدأ طبعا احطها بقى اغرفها في الاطباق بتاعتي. وهنا زي ما انتم شايفين حطيتها بقى في الطبق. وبعدين هنبدأ بقى نزينها بالمكسرات اللي انتوا حابينها. انا هنا استكفيت ان انا حطيت عليها شوية جوز هند وبس كده. بالهنا والشفا عليكم بقى، احلى عاشورة بجد، ما خدتش وقت خالص.